ستات كتيرة قوي بتبقى عايزة تعرف امتى افضل احارب لبيتي وامتى افضل اكمل في الصلاة وفي الدعاء عشان خاطر البيت ده يتصلح، وامتى خلاص كفاية انا كده بهين نفسي او مفيش امل او بضيع عمري. قابلت ستات كنت حاسة انه لا، المفروض يكملوا فعلا، حاربي، اشتغلي، اوعي تمشي. وستات تانيين كان السؤال اللي جوايا، هو انت بتدوري على ايه؟ هو انت عايزه ايه؟ فاكره قريب اتكلمت مع واحده وكانت بتقولي انا ما كنتش متخيله ان انت هتقولي لي كده، وانا كنت بقول لها هو انت ايه اللي مقعدك؟ وهي استغربت، تخيلت ان انا هقول لها لازم تقعدي. بس الحقيقه انه ناس كتيره قوي قضت سنين في نفس المشاكل وملهاش حل، لانه شريك الحياه ما كانش شايف انه في مشاكل اساسا، وهو اللي تقريبا صاحب المشاكل، او شايف ان المشاكل دي عاديه وانه زي اي راجل. ايه يعني لما ابقى طول اليوم بره؟ ولا ايه يعني لما بسهر كل يوم؟ وايه يعني لما اكون بتشات مع ستات تانية وده بس على فكره كلام؟ هو انا يعني رحت نمت مع واحده منهم؟ للاسف كلام كتير كان في المكالمه دي او مع ستات كتيره حسيت انه طب وانتي شايفه بقى فين المشكله؟ طب انتي شايفه ايه الحل؟ هي شايفه انها تفضل تقنعه وتفضل تحاول وتفضل تصلي وتفضل تدعي، بس الحقيقه انه ناس كتير قوي مش بتتغير وبتقضي سنين في الوضع ده. في 3 حاجات هم دول اللي ساعتها نقول ان ده الارم بيقول انه غالبا العلاقه دي صعب تكمل بعديها. ال3 بيبداوا بحرف الاي. اول حاجه ابيوز، يعني يكون في اساءات جسديه، اساءات لفظيه، اساءات جنسيه. 3 حاجات اللي انا قلتهم دول معناهم ان هنا خط احمر. لما تيجي واحده تبعت لي، وده حصل لسه من 4-5 ايام، انا بيضربني وقدام العيال ومش عارفه راسي زرقت، ده هي مش محتاجه ترجع لي، دي محتاجه تروح للبوليس. طبعا في ناس دلوقتي بتسمعني تقول معقول الكلام ده؟ هندخل البوليس ما بيننا؟ طب مش بدل ما ندخل الاسعاف في يوم من الايام وهي بتنقل جثتك قدام عيالك؟ الشخص كده دخل في حاله تقريبا بقى مستحيل مساعدته. ان كان ضربك قدام عيالك، متوقعه المره الجايه هيعمل ايه؟ تاني حاجه هو الادكشن، الادمان. لو الشخص ده مدمن شرب، مدمن مخدرات، مدمن اباحيات، الادمان هو تاني حاجه بتخلينا نقول خط ونقف، لان تقريبا مفيش حد هيتعالج من الحاجات دي لو هو ما كانش طالب مساعده. ثالث حاجه وهي الافيرز اللي هي الخيانه. يبقى احنا قلنا ابيوز، ادكشن، افير يعني الخيانه. لو في خيانه في العلاقه يبقى ده معناها ان احنا برضو دخلنا في المنطقه الحذره اللي مفيش رجوع منها. الخيانه مش مسؤوليتك انت، الخيانه مسؤوليه الشخص اللي بيخون. محتاج يفهم نفسه، محتاج يعرف هو بيدور على ايه، وايه اللي يشبعه، وايه اللي يكفيه، وايه اللي يحسسه برجولته. واحد مشهور في علم النفس اسمه لاري كلاب قال ان مفيش ست هتحس بأنوثتها او هتحس بالامان بسبب راجل، ومفيش راجل هيحس برجولته ويحس باهميته بسبب ست. يعني كان بيقول كده من الاخر، مفيش واحد بيكفي التاني، يعني لازم كل واحد يتعلم يكفي نفسه. انا عارفه ان الكلام ده محبط لناس كتيره، وبنات كتيره قوي نفسها انها تتجوز الهيرو اللي هيحسسها بانوثتها وبجمالها، وانها تفضل طول الوقت تحاول تشتغل على نفسها عشانه. صدقوني النماذج دي نماذج غلط خالص وغير صحيه تماما. يبقى امتى تمشي وامتى تقعدي؟ لو لقيتي اساءه، لو لقيتي خيانه، لو لقيتي ادمان. 3 حالات دول بيقولوا لك ان ما ينفعش تبقوا انتوا الاثنين موجودين في نفس البيت. ما ينفعش تبقى انت والخيانه في نفس البيت، ما ينفعش تبقى انت والادمان في نفس البيت، ما ينفعش تبقى انت والاساءه في نفس البيت. صدقيني هيطلع ولاد مشوهين. حتى لو انت قررتي تستحملي عشانهم، فيش ولاد هيبقوا فخورين باب مدمن ولا باب بتاع ستات. هتلاقي ان الولاد دول بعد شويه قيمهم ومبادئهم كمان باظت، زي ما شافوا باباهم هيبقوا شبهه في يوم من الايام. حاربي عشان بيتك طول ما الشخص اللي قدامك شايف وقابل المساعده. اشتغلي على نفسك طول ما انت عندك حاجات فعلا تقدري تغيريها في نفسك، لكن اوعي تكوني قاعده مع ال3 حاجات دول ومتخيله ان البيت ده ممكن يتصلح حاله. الجواز مسؤوليه، والجواز مشاركه، والجواز مؤسسه محتاجه الاطراف بتوعها كلهم يشتغلوا فيها. مفيش مؤسسه بتنجح لو نص العاملين بس هم اللي بيشوفوا شغلهم. ساعديه يفهم تاثير المشاكل دي عليكي، ساعديه يفهم ولاده هيتأثروا ازاي بالنموذج الأبوي ده. ما تمشيش غير لما توصلي الرسالة دي، ازاي انت وصلك ده وازاي وصل لولادك. لو قبل المساعدة يبقى برافو عليكي، نجحتي في الميشن. لكن لو مش شايف ان هو عنده مشاكل وشايف ان كل الرجالة كده، يبقى انت في الحالة دي بتحكمي على جوازك بالإعدام، وبتحكمي كمان على أولادك بمستقبل صعب جدا. حاربي عشان بيتك طول ما في أمل، لكن ما تحاربيش لو ما فيش أمل.